السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الطريقه باش كنعقم القراعي الا بغيت نوضع فيهم الكونفيتور او لا ماتيشا ولا شي حاجه اللي بغيتها تبقى ليا مده طويله. ها نتوما من بعد ما غسلت القراعي كاملين خصهم يكونوا نظيفين بزاف. بالنسبه للقراعي خصهم يكونوا ضروري من الزاج، وبالنسبه للغطا ديالهم خص يكون ضروري من الحديد، يعني ما يكونش من البلاستيك. ضروري القراعي من الزاج، وبالنسبه للغلاقه ديالتهم خصها تكون من الحديد. دابا غناخدو طنجره او كامله ولا اللي توفر عندكم، غادي نوضعوا في هاد القراعي ديالنا كاملين. كنعمر القرعه باش تغطس ليا. من بعد ما وضعتهم غنزيد عليهم الماء حيت خاصهم كاملين يتغطاو بالماء. نار متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده بزاف. غادا نضيفو حتى الغلاقي خاصهم يتعقموا، خاص يتعقم كلشي. من بعد ما وصل عندي الماء لدرجه الغليان غادي نحسب ليه ربع ساعه 15 دقيقه ونطفي ليه النار. من بعد ما تعقموا القراعي اللي عندها البنات كما كتشوفوا خليتهم ربع ساعه. دابا غنحيدهم بواحد الملعقه ديال العود كما كتشوفوا، غنحيدهم غير بشويه حيت راه سخانين كيشبروا بزاف سخونيه. صافي كنحيدهم كاملين وكنوضعوهم على واحد المنديل اللي هو تيكون ناشف ونظيف. وحتى بالنسبه للغلاقي كنحيدهم بنفس الطريقه حيت البنات الماء سخون وهما سخونين بزاف عندكم تحرقوا. كما كتلاحظوا غنحطوهم بحال هكا على الوجه ديالهم، ما غاديش نشفهم بشي منديل ولا حتى شي حاجه، راه دغيا كيتسقطروا وما غاديش نحتاجو نشفهم بشي منديل ولا حتى شي حاجه. من غير الا بانوا لكم مثلا شي قطره الماء ولا شي حاجه، يعني باقين فيهم قطره الماء ولا شي حاجه، تقدروا تحيدوا ديك الساعه دوك القطرات ديال الماء. كما كتشوفوا راه تيكونوا معقمين بزاف. وبالنسبه لي انا كنت عقمتهم على حسب نوضع فيهم الكونفيتور ديال الفريز. الا بغيتوا الطريقه البنات راه وضعتها في القناه عندي في اليوتيوب. صراحه طريقه ناجحه 100%، يعني ما كاينش الفرق بينه وبين هذاك اللي كناخذه في الحانوت كيجي، ما كاينش ولو يعني فرق بسيط، ما كاينش كيجي بحاله، يعني ما كاينش فرق نهائيا. كنتمنى يعجبكم الفيديو البنات، ما تخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهده. بالنسبه للفيديو ديال طريقه تحضير الكونفيتور غادي نحطو لكم في صندوق الوصف.